أهلا بأجدع متابعين ومتابعات في الدنيا، عاوزين نصلي على النبي عشان نبدأ العظمة. فيلمنا النهاردة هو قصة مختلفة عن كل اللي قدمناه قبل كده، جرعة أكشن ومحاربة ظلم وانتقام من اللي كلكم بتحبوها. ياريت ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي بننزلها على قناتنا، قناة حرفت الهندي. بيبدأ الفيلم في الهند أيام الاحتلال الإنجليزي، لما كانت الملكة إليزابيث هي الحاكمة الشرعية لمملكة الهند. في الوقت ده كان في قبيلة اسمها كاميران، عبارة عن ناس عادية وكويسين جدا. لكن لما الإنجليز دخلوا الهند وجابوا عليها وصيها، القبيلة دي اتحولت لقطاع طرق بقيادة واحد اسمه شمشيرة. فاللي حصل إنهم بقوا قطاع طرق علشان يسرقوا وينهبوا من الإنجليز ويدوا الهنود الفقراء. فأحلى روبن هود عليك يا أخويا. لكن كبار البلد بيطلعوا على القائد الإنجليزي وبيدوله فلوس علشان شمشيرة قاعد يسرق، وكله من فلوسهم. ساعتها بيتدخل واحد اسمه شيلدا، واللي كان كبير الشرطة في المنطقة، واللي بيقول للقائد إن هو هيتصرف في موضوع شمشيرة. وبنشوف شمشيرة وهو في الحرب مع رجالته ضد الإنجليز ومعاهم شيلدا. ولما الدنيا بتهدى شوية، شيلدا بيروح له وبيحاول يعمل معاه صفقة، وبيبدأ يلعب عليه شوية عشان عايش في الغابة والمطر والوحل. لكن الإنجليز ممكن يدوهم أراضي ويبنوا فيها ويكبروا أولادهم هناك، وساعتها القبيلة بتاعتهم هتكبر تاني، وطبعا هيعيشوا هناك بكل كرامة وحرية. فشمشيرة بيقرر يفكر في العرض، لكن بيكون قلقان إن الموضوع يكون مجرد فخ، وفي نفس الوقت دي فرصة نادرة جدا للقبيلة بتاعته علشان يعيشوا حياة كريمة فعلا. لكن لما بيطلعوا على مملكة الإنجليز علشان ياخدوا أراضيهم، بيعرفوا في نفس اللحظة إنهم عملوا أكبر غلطة في حياتهم. وبنشوف الإنجليز بيحبسوهم في حصن كبير وادوهم أراضي فعلا، لكن كلها أراضي ناشفة وجوه حصن مقفول ومحروس كويس علشان محدش منهم يطلع تاني. وبدأوا من اليوم ده يعذبوا فيهم كلهم، وفي ناس استسلمت فعلا وافتكرت إنها هتفضل في الحبس ده طول حياتها. وفي يوم بنلاقي شمشيرة داخل على قائد الإنجليزي في قفص وبيقول له إنه وثق فيه وهو ضربه في ظهره. فشيلدا بيقول له إن أسياد البلد ما كانوش طايقين ودفعوا فلوس، ولو عايز تطلع أنت والقبيلة بتاعتك ادفع ضعف الفلوس دي. وهنا شمشيرة بيوافق، لكن بيقول له على شرط، وهو إنك توقع عقد على كده عشان يكون عقد ملزم للطرفين، واللي مش هينفذه يطلعوا بقى على المحاكم. والغريب إنهم أصلا جوه حبس. طيب هيطلعوا إزاي؟ لكن شمشيرة كان عارف إن اللي بنى الحصن ده عامل مكان سري علشان يهرب منه، ومن ساعتها كان قاعد بيدور عليه، لكن مفيش فايدة. وفي النهاية بيقرر إنه لازم يطلع للجبل اللي معمول حواليه الحبس بتاعهم عشان ينط في مية النهر، لأن الارتفاع العالي لما ينط منه هينزل لعمق كبير بسهولة. وقبل ما بيطلع بيقول لمراته على اللي عايز يعمله، وما بيقولش غير لصحابه. ولما مراته بتعرف بيقول لها لو مسكوه تتبرأ منه عشان ممكن يعملوا فيها حاجة وهي حامل. وفعلا بياخد بعضه وبيطلع على الجبل، والحراس بيشوفوه فبيبدأوا ضرب النار. وللأسف ما بيلحقش شمشيرة يكمل عشان بتيجي فيه رصاصة وبيقع، لكن بيطلع لسه عايش. وطبعا محاولة الهروب كان عقابها الموت، فالحراس بيعلقوه، وشيلدا كان هيقتل مراته، فبتضطر انها تتبرأ منه زي ما قال لها، وبتكون اول واحدة ترمي الحجر عليه. وبعد 25 سنة بنلاقي ابن شمشيرة كبر واسمه بالي، وكان عايش في الحصن ده، واللي كان واخده كبيت ليه. وصديق شمشيرة القديم كان بيعامله زي ابنه وبيعلمه القتال. لكن بالي كان عايز ينضم للشرطة، وبكده هيكون أول شرطي من القبيلة دي. وكان في ابن تاجر بيجي كل فترة علشان يجيب دقيق وسكر للحبس، واللي كان واخد على السكان شوية ومتصاحب على بالي. وفي يوم من الأيام بيطلع بالي على حارس الشرطة وبيسأله على اختبار التقديم، والحارس كان بيعامله على إنه واحد عبيط، وبيقول له يجي تاني يوم علشان يشوف. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف الرقاصة الاستعراضية سيما واللي بالي بيحبها، وبعد الحفلة بيديها حاجات من اللي سارقها وبيطلب منها إنها تتجوزه. لكن للأسف سيما بترفض. وتاني يوم بيروح بالي وبيستنى قدام البوابة وهو متحمس جدا، ولما شيلدا بيدخله وبيخليه يعمل التمارين بيعديها زي الفل، وبيهنيه بعدها وبيخليه يمسح الجزمة بتاعته. وبالي ما كانش مانع للموضوع ده. وساعتها شيلدا بيسأله ايه هي وظيفة الشرطة، فبالي بيقول له معاقبة المجرمين. في اللحظة دي بيقول له شيلدا انه صح، وعشان يبقى شرطي لازم يعاقب مجرم. هنا بيجيب طفل من القبيلة بتاعته وبيقول له ان الولد ده حرامي ولازم تعاقبه، وعقابه 30 جلدة. لكن بالي كان بيحب الأطفال جدا ومش عايز يعذب طفل، فبيرفض
وبيطلب من شيلدا إن هو اللي يتعاقب مكانه، وبيوافق شيلدا والحراس بيربطوه وشيلدا بيجلده وبيقول له يحمد ربنا إنه ما رجمهوش زي باباه. وفي نفس اليوم بالليل بيقعد بالي وهو حزين لأنه ما كانش يعرف إزاي مات باباه، وكان على طول متعود على لقب ابن الخاين لأن الناس في القبيلة كانوا فاكرين إن شمشيرة خانهم وكان عايز يهرب ويسيبهم. وفي اليوم ده بيسأل بالي إزاي باباه مات، وساعتها بيقولوا له على كل حاجة وبيعرف بالي الحقيقة، وبيوروا له كمان الورقة الرسمية اللي باباه عملها لما الإنجليز طلبوا منهم فلوس عشان يحرروهم. وهوب دبل كيك بياخد وظيفة باباه على صدره قوي. وتاني حاجة بنشوفها هي بالي على الجبل العالي، لكن بالي طلع الصبح والشمس كانت عامية الحراس، ولما بيشوفوه ما بيعرفوش يضربوا عليه نار علشان مش شايفين كويس. وفي الآخر بيلاقي باباه بيقول له ينط، فبينط ورا خيال باباه وبيلاقي نفسه بيتاخد مع سيلان المية وبيطلع من القلعة فعلا. لكن كان من ضمن الخطة إن صاحب باباه يحط جثة في المية علشان الكل يفتكر إن اللي هرب ده مات. لكن بالي بيطلع على الشط وبيلاقي هناك حصان بري، فبياخده وبيطير بيه على المكان اللي المفروض يروح له. دلوقتي عدت فترة طويلة وبيفتكر كلام بابا اللي هو صاحب باباه شمشيرة، واللي كان قايل له إن في واحد مستني باباه في قرية وبيطلب منه يروح يقابله. وهنا بيفتح بالي الخريطة اللي هتوديه المكان اللي مستنيه فيه الشخص ده، وبيمشي وراها وفي الآخر بيوصل لصحراء وبيقابل هناك واحد شايل أجراس جوه العاصفة الرملية، وكان بيهرب من حاجة وطلع بيهرب من ابن التاجر اللي كان بيعدي عليهم في الحبس. فبالي بيقبض عليه وبيقعد بالي يكلم صاحبه على اللي عايز يعمله، والشخص اللي كان المفروض اسمه راج ومستنيه. راك بيعرف إن ده يبقى ابن شمشيرة لأنه صاحب شمشيرة اللي كان مستنيه زمان، وهو اللي راسم الخريطة اللي في إيد بالي. فأهلا وسرخير وبتاع وتعالى اشرب شاي. وراك بيشوف شمشيرة في بالي وبيعرف إنه جاي عشان يرجع حريتهم، وكان متأكد إنها هترجع. وبياخدوا على المدينة اللي قاعد فيها، وبنعرف إن شمشيرة كان عارف إن في مشكلة في اتفاقيته مع الإنجليز، وعلشان كده ساب جزء من القبيلة بتاعته بعيد عشان لو حصل أي حاجة يرجع ويعملوا غارة. لكن شمشيرة ما رجعش، ومن يومها القبيلة عاشت وهي متخفية ومش باقي منها كتير. وبياخدوا على الغابة وبيمسك عصاية وبيضرب بيها على شجرة فبيطلع منها غربان كتير، ودي كانت إشارة لاجتماع أهل القبيلة، واللي ما كانش فاضل منهم غير 5 بس، وكانوا كلهم مبسوطين جدا عشان في حد رجع علشان يحررهم من الاستعباد اللي هم فيه. وبعد كده بنشوف سيما وهي نايمة في خيمتها في أمان الله، وبيدخل عليها بالي وبيقول لها على كل اللي حصل وبيطلب منها المساعدة. وبتروح سيما الحفلة بتاعتها، ولما بتخلص رقص بنلاقي انفجار في المكان، وبنعرف إنها بتساعد بالي فعلا. وكل الحفلات والأفراح اللي بتروحها بيكون تبع ناس غنية قوي، وبيكون في ناس كتير معاها فلوس ولابسين دهب، وهو وشلته بيدخلوا وبيسرقوا الدهب ده عشان يجمعوا الفلوس ويحرروا القبيلة بتاعتهم. وطبعا كل الكلام ده بالي كان مغطي وشه هو وقبيلته، ولما الأخبار بتنزل محدش بيبقى عارف مين الحرامي اللي ماسك البلد وهاتك يا سرقة. وبعد كام عملية سرقة بنلاقي ناس تانية بتظهر، وبنعرف إنهم من القبيلة برضو، لكن انشقوا عنها لما استنوا شمشيرة كتير وما جاش. أما شيلدا بقى فكان متابع الرقصات أول بأول، وبياخد باله أخيراً إن كل الأماكن اللي اتسرقت سيما كانت بترقص فيها، فبيجيبها وبيقبض عليها وبيقول لها إنه عارف إنها تبع شمشيرة الجديد. لكن قبل ما تقول أي حاجة بنلاقي الغربان وبنعرف إن بالي وصل، وفعلا بيدخل المكان وبيولع دايرة من النار عشان محدش يقدر يدخل، وبيفضل هو وسيما وشيلدا جوه الحلقة، وطبعا بيبدأ الضرب. المهم بقى لما المشكلة بتخلص وبالي بيحط على شيلدا من غير ما يقتله، بياخد سيما والقبيلة بتاعته وبيمشي من المكان ده بسرعة. وهنا شيلدا بيطلع على القبيلة اللي في الحبس وبيدور فيهم الضرب، وكان هيخلص عليهم. لكن في اللحظة دي بنلاقي القائد الإنجليزي الجديد بيوقفه وبيقول إنهم ملهمش دعوة، فبيقعد شيلدا يحاول يقنع القائد الإنجليزي إنه يسيبه يعمل اللي هو شايفه. لكن القائد كان وطني وبيسأله يعرف إيه عن تاج الملكة اللي بيلف في الهند، فشيلدا بيقول له إن علشان الهند كلها تعرف مين الحاكم بتاعهم. وفي الوقت ده بيكون بالي مع سيما وبيعرض عليها تاني الجواز، وفي الأول المرة دي بترفض، لكن بعد شوية بتقرر إنها توافق. ولما أخبار القائد الجديد بتوصل لبالي
وبيعرف إنه بدأ يتحكم في شيلدا بيفرح شوية وبيقول إنه لازم يقابله. وبعد كده بيكون في احتفال مصارعة بالقائد الجديد، وفي الآخر القائد بينزل للحلبة وبيطلب من أي واحد يجي يقابله، ومحدش بيوافق غير بالي طبعا، وما كانش حد عارف هو مين. والمصارعة بتبدأ بينهم والدنيا كانت زي الفل، والاتنين بيقعدوا يتكلموا شوية، وفجأة بالي بيقول له إن هو اللي عامل القلق اللي بيحصل، وبيقول له لازم يدرس الماضي بتاعه علشان يعرف ايه السبب اللي خلاه يعمل كده، وبيسيب له ورقة في ايده. وبالي بيستسلم مع انه كان ممكن يكسبه، وبياخد بعضه وبيمشي. بعد كده بنشوف القائد بيلف في الأوراق الرسمية، وبيعرف إن شمشيرة كان عامل اتفاق مع القائد اللي فات، وبالي بيسرق علشان يجيب الفلوس اللي عايزها عشان يحرر القبيلة بتاعته. في اللحظة دي شيلدا بيدخل عليه علشان يعزمه على الفرح بتاعه، وهنا القائد بيستغرب وبيروح على الورقة اللي بالي اداهاله وبيقول له أشوفك في الفرح يا أخويا. وهنا بيعرف إن الهجوم اللي جاي على الفرح بتاع شيلدا. وفي الفرح بنشوف بالي وهو بيراقب المكان من بعيد عشان عارف إن في حراس كتير في المكان، والعروسة كانت زعلانة علشان هتتجوز شيلدا الشرير. وهوب دبل كيك الفرح قلب على طول، بنلاقي بالي ورجالته طالعين من جوه الارض وبياخدوا كل الذهب من المكان، وبيخلوا البنت ومامتها يهربوا عشان عارفين انها متجوزه غصب عنها. وبعدها بالي بياخد بعضه وبيهرب، وطبعا شيلدا مش هيسكت وبيطلع البندقيه بتاعته وبيضرب طلقه بتيجي في الراجل اللي شايل الشنطه، وهنا بيقع وبيموت والذهب بيقع. المهم ان خبر موت الشخص ده وفقدانهم للذهب كان محطمهم جدا، فقرروا انهم ينفصلوا ويتجمعوا في العيد بتاعهم. ولما بيجي يوم العيد الباقي من القبيله بيتجمع وبيعرفوا انهم خلاص قربوا يخلصوا عليهم، وبنعرف ان في واحد منهم خانهم، وطبعا الانجليز ضحكوا عليه وقالوا له انهم هيسيبوه يعيش لو قبضوا عليهم. فبيضرب نار في السماء، وفي اللحظه دي الانجليز بيوصلوا وبيقبضوا على الكل، لكن بالي بيعرف يهرب. وللأسف سيما كانت حامل وفضلت في المكان، وبالي كان هيروح يجيبها لكن رجالته بتمنعه. وبنعرف ان شيلدا كان هيقتلها لما شافها مع طفل صغير اللي كان ابنها، لكن القائد الانجليزي منعه. اما بالي فطبعا كده يبقى خسر كل حاجة، وفي الاخر بيقرر انه يجرب حاجة واحدة بس، وبنلاقيه طالع على القطر اللي عليه تاج الملكة وبيقدر يسرقه. والقائد بتجيله رسالة من بالي وبيقول له إنه هيديله تاج الملكة مقابل القبيلة بتاعته كلها، لكن شيلدا بيشوف الرسالة وشكله ما كانش مبسوط بيها خالص. وبعد كده بنشوف القبيلة وهي متجمعة في مكان واحد بالسلاسل، وهنا بنلاقي القائد ورجالته وراه ووراهم شرطة شيلدا. ولما بالي بيظهر شيلدا بيخلي رجالته يقتلوا القائد وكل اللي معاه، وفي اللحظة دي شيلدا بيمسك بالي وبيقعد يضرب فيه، إنما ضرب إيه؟ عنب. ومامته لما بتشوفه من ورا البوابة بتبدأ تكلم في الناس وبتقول لهم إن لازم يتحركوا ويعملوا حاجة، لكن كلهم كانوا خايفين. وساعتها بتقول لهم على الحقيقة وعلى اللي حصل في اليوم اللي مات فيه شمشيرة. وهنا بيفوقوا كلهم وبيعرفوا إنهم كانوا غلطانين، وبيكسروا البوابة وبيطلعوا وبيبدأوا ضرب في الكل. وفي الآخر بالي بيقوم وبيمسك شيلدا وبيهريه ضرب وبيثبته في الآخر علشان يجلده زي ما جلده قبل كده. وفي النهاية بنشوف شيلدا وهو متعلق زي شمشيرة، ومامة بالي بتبدأ الرجم زي ما شيلدا خلاها ترجم شمشيرة قبل كده، وشيلدا بيموت نفس موتة شمشيرة. وأخيرا قبيلة الكاميرون اتحررت بعد عبودية دامت لأكتر من 30 سنة. وبكده بيبقى فيلمنا خلص. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة، وياريت لو تكتبوا لنا في التعليقات رأيكم عن الفيديو، ولو عايزين أي فيلم تاني نلخصه اكتبوا لنا اسمه في التعليقات. سلام.